الحلقة 18 من برنامج بسمة عمل. لو رجعت بالزمن كنت هبدأ نفس المشروع؟ في سؤال كده بيجي في اللحظات الهادية التأملية، بس محدش فينا بيحب يسمعه من جواه. لو رجعت لبداية الرحلة من 5 سنين، من 10 سنين، ولا حتى من 20 سنة، كنت هتبدأ نفس المشروع؟ لأنك لما تسأله لنفسك مش بتسأل عن فكرة، انت بتسأل عن سنين من التعب والمخاطرة والتفاصيل، واللي ضاع واللي كسبت واللي اتعلمته واللي فقدته واللي خسرته واللي دوست عليه في طريقك واللي كمل معاك. قابلت صاحب بيزنس كان فاتح براند ملابس اونلاين من 5 سنين، الناس شايفاها ناجحة وكبيرة وبتكبر، لكن في يوم قعدنا نتكلم من القلب. قلت له لو رجع بيك الزمن كنت هتعمل نفس المشروع؟ سكت وقال لا، انا بحب اللي اتعلمته، بس كان ممكن ابدا حاجه تشبهني اكتر وتعبها اقل. بس كنت دايما مدفوع بالخوف من المصاريف، من الترند، مش بالشغف بتاعي. الكلام ده خلاني افكر، حقيقي خلاني افكر. يعني كان اصدق من كل بوستات النجاح اللي بنقراها على السوشيال ميديا. ورسالتنا ليكم النهارده، مش كل واحد بدا مشروع اصلا كان لازم يبداه، مش كل فكره اشتغلت كانت مناسبه لصاحبها. في ناس بدات عشان تهرب من شغل باي ذا واي، في ناس سابت الوظيفه عشان فكره ان هي الوظيفه بس مش عايز يشتغل موظف ويفتح مشروع. على فكره المشروع ممكن يكسب ويكون بيكبر. وفي ناس بتهرب من الشغل وبدات تقلد بس. في ناس بدات عشان تثبت لنفسها انها تقدر، بس نسيت تسال نفسها هو انا عايز ده فعلا؟ هو انا فعلا عايز اسيب الوظيفه عشان انا عايز افتح مشروع بيزنس مان؟ هل انا اللي جنيته في الفتره اللي فاتت يساوي كم المجهود، كم التضحيات اللي عملتها؟ ونصيحه ليك من القلب النهارده، اعمل جلسه ما بينك وبين نفسك كده، برضو جلسة مراجعة ومصارحة، وسجل فيها إجابات ال4 أسئلة اللي قولهم لك دول. هل المشروع ده بيعبر عني أنا شخصيا؟ هل أنا مبسوط بشكل الشغل اللي بعمله؟ هل كنت هبدأ المشروع ده لو ما كانش عندي ضغط مادي أو اجتماعي؟ هل أنا بشتغل عشان أعيش ولا عايش عشان أشتغل؟ لو حسيت إن الإجابة لأ في أكتر من نقطة من اللي قلناهم من ال4 اللي فوق، يعني ده مش معناه فشل يعني بالمعنى الحرفي للفشل، بس ده معناه إنك جاهز تعيد توجيه البوصلة بتاعتك. سؤالي ليك النهاردة، لو أنت معاك المفتاح انك تبدأ من جديد، هل هتبدأ نفس المشروع ولا هتختار فكرة تانية واسلوب حياة مختلف؟ هشوفكم في حلقة جديدة من برنامج بسمة عمل.